خليني أسألك سؤال غريب. آخر مرة عملت فيها حاجة كويسة، ساعدت حد، سكت عشان الدنيا تمشي وتعدي، أو دافعت عن حقك، أنت متأكد إن السبب اللي قلته لنفسك هو السبب الحقيقي؟ أحب أقولك إن ممكن أهم كذاب في حياتك ما يكونش شخص حواليك، ممكن يكون دماغك أنت. تخيل معايا المشهد ده، أنا في 6 أكتوبر داخل محطة بنزين شهيرة، ماسك كام حاجة في ايديا، مستني دوري عند الكاشير، نور ابيض لطيف جميل داخل جوه السي ستور، ناس داخلة وناس خارجة وصوت ماكينة الدفع كل شوية بيب بيب، وفجأة واحد بيدخل من الجنب يحط الحاجة قدام الكاشير وبيتعامل كأن الطابور مش موجود، او كأننا كلنا ديكور في المشهد، وانا بالذات كأني هوا. في اللحظة دي دماغي اشتغل في اتجاهين، اتجاه بيقول يا عم كبر دماغك الموضوع مش مستاهل، واتجاه تاني يقول لو سكت انت كده بتكافئ قلة الذوق، ولو اتكلمت هل هبان عصبي؟ هل هعمل مشكلة من حاجة صغيرة؟ ولا اصلا دي مش حاجة صغيرة، ده اختبار صغير لقانون كبير. وهنا افتكرت مثال لطيف من الكورة، اللاعب اللي بيلعب في الدوري 10 سنين وضرب 5000 ركلة جزاء في التدريب بدون اي مشكلة، بيجي في نهائي كأس مصر قدام 80,000 متفرج في استاد القاهرة ويروح مضيعها في الكورنر. ليه؟ مش عشان رجله خانته، عشان في اللحظة دي الفيل اللي جواه صحي، فجأة بقى سامع الجمهور، شايف المدرب، حاسس بالكاميرات، بدل ما يشوط الكورة بدأ يحسب، وكل ما حسب أكتر الجون صغر قدامه أكتر وبقى عامل زي الشباك. انت كده بالظبط في مواقف كتير في حياتك، في الاجتماع اللي عايز تقول لأ بس بتقول أيوة، في اللحظة اللي نفسك تتكلم فيها بس بتسكت. انت مش دايما خايف من الكلام، احيانا انت خايف من الجمهور اللي جواك. السؤال اللي طلع لي وانا واقف قدام الكاشير كان مزعج، هل احنا فعلا احسن من دوافعنا الخفية ولا بس اشطر في اننا نخبيها؟ النهاردة مش هنعمل ملخص لكتاب The Elephant in the Brain او الفيل اللي داخل مخك للكاتب كيفن سيملر والكاتب روبن هانسون. النهاردة هنعمل قراءة اصلية من قناة نكست نوليدج، هنستخدم فيها الفكرة الاساسية من الكتاب كعدسة نشوف بيها الشغل، العلاقات، المواقف اليومية واللحظات اللي كل واحد فينا بيقول فيها دي مرة وعدت. دي قناة نكست نوليدج وأنا نديم خورشيد، فنجالك اللي بتحبه وخلينا نبدأ. فكرة الفيل في المخ هي فكرة بسيطة. تخيل إن جواك فيل ضخم قاعد في النص، بس كل الناس عاملة نفسها مش شايفاه. الفيل ده هو الدوافع اللي بتتكسف تعترف بيها، المكانة، حب السيطرة، شكلنا وصورتنا الاجتماعية، الرغبة إننا نبان كويسين، والخوف إننا نتساب بره المجموعة. وإحنا بدل ما نقول كده بنغلفها في كلام حلو، أنا بعمل الصح، أنا بس مستعجل، أنا بساعد، أنا خايف على المصلحة. الكلام ممكن يكون صحيح بس مش كامل. دماغنا ما تصممش في مبنى أو برج إداري أو في اجتماع بيناقش Key Performance Indicators أو نتائج الربع السنوي الأول للشركة، لأن دماغنا اتشكلت في جماعات بدائية صغيرة لما البقاء كان معتمد على السمعة والتحالفات. ومين شايفك مفيد في الجماعات ديت؟ السمعة ما كانتش رفاهية، كانت معناها أكل، حماية، جواز، مكان حوالين النار أو قعدة لطيفة حوالين النار. الإنسان غالبا خليط نية كويسة ومكسب خفي، وجزء مش عايز يبص في المراية. الدماغ ساعات بيبني القصة بعد السلوك وبعدين يقنعك إن القصة دي كانت السبب من الأول. الدماغ بيكذب عليك قبل ما يكذب على غيرك. هنا بندخل على كاتب كبير إريك بيرن، عالم نفس وصاحب كتاب Games People Play أو ألاعيب الناس اللي بتلعبها كل يوم. اقترح إن بعض علاقاتنا بتتحول لأنماط متكررة شبه ألعاب اجتماعية، يعني كل طرف فيها ممكن يطلع بمكسب نفسي مش معلن. مش ألعاب بمعنى هزار إن احنا بنهزر مع بعض، دي سيناريوهات الناس بتكررها لأن فيها مكسب خفي. أديك مثال، عارف المدرب اللي فريقه يخسر 3-0 وبعدين يطلع في المؤتمر الصحفي يقول الأداء كان ممتاز والنتيجة مش عادلة؟ هو مش بالضرورة بيكذب عليك، هو بيلعب لعبة بتحميه من سؤال أصعب، هل أنا جزء من المشكلة؟ وإنت بتعمل نفس الحاجة في البيت وفي الشغل. لما فكرتك بتترفض وتقول أصله مش وقتها، لما تتجنب مواجهة وتقول أنا أرقى وأعلى من كده، لما تكرر نفس الغلطة وتقول هعمل إيه نصيبي كده. إريك بيرن سمى ده لعبة، مش شتيمة، مش اتهام، مجرد نمط بيتكرر لأنه بيديك مكسب نفسي. خليني أدي لك شوية أمثال للعب
مثال، شوف أنا بحاول قد إيه. موظف طول الوقت بيشتكي إنه شايل الدنيا وإنه بيعمل الشغل كله لوحده بس من غير ما ينظم شغله أو يطلب مساعدة. المكسب الخفي هنا هو التعاطف، حصانة من إنه يتم نقده وصورة البطل المطحون اللي طالع عينه طول النهار. لعبة تانية، مساكتك. مديرك يسيب التعليمات غامضة ومش واضحة، ولما حد يغلط يقول أهو أنا كنت عارف. المكسب مش حل المشكلة، المكسب إنه يثبت سلطته. لعبة تالتة، ليه ده دايما بيحصل لي؟ شخص يكرر نفس الاختيارات، يدخل نفس الصراعات والخناقات، وبعدين يقدم نفسه كضحية دائمة. المكسب الخفي هنا يتجنب مسؤولية التغيير. الفيل اللي في المخ والألعاب الاجتماعية بيتقاطعوا في نقطة واحدة، احنا مش دايما عايزين النتيجة اللي بنقول ان احنا عايزينها، بنقول عايزين حل، لكن في أوقات كتيرة عايزين تعاطف. بنقول عايزين عدل، لكن في أوقات كتيرة عايزين انتصار مش عدل. بنقول عايزين وضوح، لكن عايزين دليل إننا كنا صح من الأول. نرجع تاني لقصة محطة البنزين إياها اللي أنا كنت واقف فيها. الشخص اللي قطع عليا الطابور غالبا عنده قصة جاهزة، أنا مستعجل، أنا هخلص في ثانية، محدش هيتكلم، دي مش سرقة يعني. ودي عبقرية التبرير الأخلاقي، إنك تاخد حاجة صغيرة من النظام بس تفضل شايف نفسك إنك إنسان محترم. لما تصرفي يصطدم بصورتي عن نفسي، دماغي يحاول يقلل الوجع بقصة جديدة. العقل ساعات يشتغل زي المحامي مش القاضي. بس وأنا كمان واقف في محطة البنزين، أنا كمان كان عندي فيل. جزء مني عايز يحافظ على صورته كراجل هادي ومتحضر، جزء تاني عايز يرد بقوة، وجزء تالت خايف من التصعيد للموضوع يقلب لخناقة كبيرة. يعني حتى الأخلاق في اللحظة دي كانت خليط كرامة وخوف وصورة اجتماعية ورغبة في النظام. في المؤسسات الفيل بيكبر، شركة عندها هدف مبيعات مبالغ فيه، الكل عارف بس محدش عايز يقول أو يعترف. في آخر الشهر الفريق يزق طلبيات مش مؤكدة، يوعد العملاء بوعود مش هتتنفذ. على الورق الرقم جميل وشكله حلو، في الواقع الثقة بتتحرق. وأنا شفت الكلام ده كتير جدا. والأخطر إن الناس بعد فترة ما بتحتاجش أوامر عشان تخبي الحقيقة، الثقافة نفسها بتعلمهم. هنا الفيل ما بقاش جوه دماغ شخص واحد، ده الفيل بقى جوه نظام تشغيل كامل اللي هو نظام تشغيل الشركة أو المؤسسة. لكن لازم هنا نلعب دور The Devil's Advocate أو محامي الشيطان زي ما بيقولوا. هل رؤية الدوافع الخفية بتخليك شخص يعرف يقرأ الناس كويس؟ أيوة. هل ممكن تفسر اللطف كأنه مصلحة؟ أيوة. هل في مجاملات اجتماعية ضرورية عشان نعيش مع بعض؟ طبعا. لكن مش كل ابتسامة قناع، ومش كل خبر إعلان، ومش كل صمت جبن. احنا مش مجرد كائنات بتبرر، احنا كمان كائنات بتتعلم وبتندم وبتختار تبقى أحسن. المطلوب مش إننا نشك في كل خير، المطلوب إننا نبقى صادقين كفاية، نعترف إن الخير أحيانا بيجي ومعاه مكسب، وإن ده ما يلغيش الخير لكن يخلينا أكثر وعيا. أنا مش هطلب منك تغير حياتك النهاردة، ومش هطلب منك تكشف كل دوافعك مرة واحدة. إيه رأيك لو لمدة 3 أيام تمشي على الوصفة البسيطة دي؟ قبل ما تخش تنام هات ورقة وقلم واكتب موقف واحد من يومك، واطرح 5 أسئلة أو جاوب عن 5 أسئلة لموقف واحد. السؤال الأول، إيه اللي قلته؟ السؤال الثاني، إيه اللي كنت حاسس بيه جواك فعلا؟ 3، إيه اللي استفدته؟ يعني إيه المكسب الخفي؟ 4، لو كنت عملت اللي حاسس بيه بصدق، إيه أسوأ حاجة ممكن كانت تحصل؟ 5، هل المكسب الخفي يستاهل الفاتورة؟ غالبا في اليوم الثالث هتلاقي نمط غريب جدا، نفس اللعبة بتتكرر بس بأشكال ووجوه مختلفة، مرة في الشغل، مرة في البيت، مرة مع أصحابك، مرة بينك وبين نفسك. والوعي ده هو الخطوة الأولى، مش التغيير، الوعي. لأن الإنسان غالبا ما بيتغيرش لما حد بيفضحه أو بينتقده بشدة، بيتغير لما هو يشوف نفسه صح. وفي اللحظة دي أنسب جملة نختم بيها الحلقة ديت هي مقولة لفيلسوف إبيكتيتس، وهو كان فيلسوف رواقي، يعني كان بيقف في الطرقات في الأروقة، ودي مدرسة معروفة من 2000 سنة. قال إيه إبيكتيتس؟ الناس لا يعانون من الواقع، إنما يعانون من الصورة التي يحملونها عن الواقع. اللي بيتعبك مش الحدث نفسه، لكن القصة اللي عقلك كتبها عنه. الهدف مش إنك تقتل الفيل اللي جواك أو اللي جوه دماغك أو مخك، الهدف إنك تشوفه
لأن الفيل في المخ مش عدوك، هو جزء منك. المشكلة مش إنه موجود، المشكلة إنك تسيبه يسوق وتفضل مقتنع إنك أنت اللي ماسك الدركسيون. لو عجبك موضوع حلقة النهاردة أرجوك اشترك في القناة أو ابعت الحلقة لحد يهمك. لو عجبتك الحلقة بص تحت مع الرابط هتلاقي حلقة تانية مقترحة من قناة نكست نوليدج. كان معكم نديم خورشيد واشوفكم في الحلقة الجاية.